ب 16 آذار من عام 1988 حصلت مجزرة في مدينة حلبشة اللي معظم سكانها من المكون الكردي. كانت هالتاريخ كان في صراع بين العراق، أواخر الصراع بين العراق والنظام الإيراني اللي دام لعشرات السنوات، وكان آخر أيام الحرب بيناتهم. فاستعمل صدام حسين الأسلحة النووية ضد المدنيين والشعب الأعزل بحجة أنه عم بيصد الهجوم الإيراني على المنطقة، بحجة أنه القوات الإيرانية دخلت المدينة. فهو استخدم أول شيء الصواريخ والطائرات، وبعدين ضرب المواد الكيماوية من غاز الخردل والسيانيد، كانت تفوح منه رائحة التفاح. فهذا الغاز غاز سام ومحرم دوليا، استخدمه لمدة 5 ساعات وهو عم يضرب في مدينة حلبشة، أدى لاستشهاد بين 3000 ل 5000 شخص وبين 7000 و 10000 إصابة. وبعديها صار كثرت حالات السرطان بالمنطقة والتشوهات الخلقية. هالمادة محرمة دوليا، لكن صدام حسين كعادته وكعادة الأنظمة المستبدة والحكومات المستبدة تستخدم الأسلحة، مثل هلأ مع تركيا عم تستعمل الأسلحة النووية والكيماوية التقليدية ضد قوات الدفاع المشروع بجبال كردستان. هاي المجزرة كان هدفها أو اللي صار كان هدفه إبادة جماعية للمكون الكردي بالمنطقة. دائما الأنظمة تلاقي حجة لحتى تبيد الشعب. دائما من 5000 سنة والشعوب عم تعاني من هالاستبداد للأنظمة الحاكمة، ونحن اليوم لساتنا عم نعيش نفس الإبادة، إن كان ثقافية، إن كان عرقية، إن كان إبادة جماعية للشعوب. هلأ تركيا عم تستخدم نفس أساليب صدام حسين، عم تضرب مناطق الدفاع المشروع بالأسلحة الكيماوية والنووي التقليدي لإبادة قوات الجيريلا، وهي كل يوم عم تحلم إنه هي أنهت قوات الجيريلا بجبال كردستان. لكن قواتنا مستعدة رغم إنه عم يرتقي لنا شهداء، لكن نحن كشعوب طواقين للحرية عنا استعداد أن نضحي بأولادنا، بأزواجنا، بأنفسنا، لنضمن حريتنا وحرية أولادنا بالمستقبل، ونحافظ على أرضنا يلي هي ميراث أجدادنا، وأكيد راح نورثها لأولادنا بالمستقبل. هاي الجرائم هي إبادة ضد الإنسانية، هي جرائم يعني يحاكم عليها القانون الدولي. لكن حتى يوم صدام استخدم الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، أغلب اللي استشهدوا والمصابين هن مدنيين. الدول الأوروبية نستنكر ونشجب وبيانات، لكن ما اتخذت بحقهم أي رادع قانوني. فمفروض كان يحال صدام حسين وقواته العسكرية وقائد جيشه للمحكمة الدولية ويحاكم بجرائم ضد الإنسانية. مو بس ضد الإنسانية، لما الكيماوي ينضرب على أي منطقة إبادة حتى للأرض، حتى للحيوانات، حتى للنباتات. فهي يعني إبادة جماعية للإنسان والحيوان والطبيعة. كان مفروض أنه يحاكم، وهلأ تركيا كمان مفروض تحاكم. حتى الجرائم اللي صارت بسريكانية راس العين، حتى الجرائم اللي عم تصير بعفرين، كلها جرائم إبادة. لو نرجع قبل هيك كمان كان في إبادات بحق الأرمن وغيرهم من المكونات. هي جرائم ضد الإنسانية بشكل عام، ومفروض الدول العالمية اللي تنادي بالحرية والديمقراطية، هالمنظمات اللي عم تنادي بحقوق الإنسان مفروض تتحرك. المحكمة الدولية وينها من كل هالجرائم؟ نحن بشمال وشرق سوريا عم نعاني يوميا من إبادات جماعية. الاستهدافات بالطيارات المسيرة للمدنيين الآمنين ببيوتهم، هي كمان جرائم ضد الإنسانية. ممكن هلا النظام التركي ما عم يستخدم النووي بمناطقنا، لكن عم يستخدم النووي الكيماوي بالجبال. كمان هدول اولاد هالبلد، هدول اخواتنا واولادنا وازواجنا وقرايبنا، هدول هن طلعوا على جبال مو لا يحتلوا تركيا ولا يحتلوا العراق، هن عم يدافعوا عن ارضنا، عن شعبهم. هي جزء من مناطقنا، فمفروض نحن ندافع عنها. إلنا الحق انه الدفاع عن حالنا ضد التركية وهجماتها علينا، ضد المؤامرات اللي عم تحاك ضد شعبنا، مو بس بشمال وشرق سوريا، بكل سوريا وبكل الشرق الاوسط. نحن هون دفاعنا بشمال وشرق سوريا مو بس عن شمال وشرق سوريا، نحن عم ندافع باسم الشرق الاوسط كله، باسم الانسانيه. لما شبابنا تصدوا لداعش ما تصدوا بس ليحموا شمال وشرق سوريا، تصدوا له ليحموا الشرق الاوسط والعالم من مرتزقه عم تقتل الناس باسم الدين.
لكن نحن شبابنا كان عندهم الجسارة والقوة والتكنيك أن يوقفوا. حتى بناتنا الشابات الشهيدات، عشرات الشهيدات سقطوا بمواجهة داعش وبمواجهة الاحتلال التركي، ويوميا عم يرتقي لنا شهداء. هي كلها إبادة ضد البشر، ضد الإنسانية. هي مجازر بالتاريخ تعتبر، لكن وين الدول اللي عم تنادي بالحرية والديمقراطية من هالمجازر اللي عم تحصل بشعبنا؟ وين القانون الدولي؟ وين المحكمة الدولية؟ ما تحاكم أردوغان وأمثاله. ليش حاكموا صدام؟ صح المحكمة عراقية لكن بأيدي أمريكية. صدام تحاكم على الجرائم اللي ارتكبها خلال الاجتياح الأمريكي للعراق. عملوا لعبة بإيدهم، حارب إيران عشرات السنوات ورجع حارب الكويت، وبالاخير هن اعدموه، الامريكيه اعدموه لانه خلص دوره. وهلا نفس الشيء اردوغان، هو لعبه بايد الامريكان والدول العالميه، له المصلحه معه، لهيك ما حدا عم يقدم اي شكوى ضده او انه يوقف طلعات الطيارات المسيره واستهداف المدنيين. لكن بس تنتهي مهمته اكيد راح يصير مصيره مثل مصير صدام حسين. نحن نناشد كل العالم، كل الاحرار بالعالم والشعب التركي الحر، مو اللي واقف مع اردوغان، انه يوقف بجانب الشعب السوري. نحن بشمال وشرق سوريا إلنا حق نعيش بارضنا. هو عم يحاربنا بالمي، لكن نحن نضل بلا مي ونضل بلا خبز ونضل بلا كهرباء، لكن ما نضل بلا ارضنا، بلا شرفنا، بلا جبالنا وحريه ارضنا وديمقراطيتنا. نحن شعب صار له عشرات السنوات تحت سلطة الاستبداد والحكومة الوحيدة والسلطة المستبدة اللي عم تسير شعب بكامله لمصلحته الشخصية. نحن قلنا حق هلأ نعيش حياتنا حرة ديمقراطية مثلنا مثل كل دول العالم بفضل مبادئ وفلسفة القائد. نحن عم نعيش تجربة ديمقراطية فريد من نوعها بالعالم. لأول مرة منطقة إدارة مو دولة عم بتحارب وتبني بنفس الوقت.